تخيل معايا كده يا صديقي إن أغلى كاس في كرة القدم الكاس اللي بيحلم بيه ملايين من البشر اللي هم بس يلمسوه ولو لثواني، الكاس اللي بتتقابل عليه أقوى منتخبات العالم اتسرقت، ومش مرة واحدة، لأ، ده مرتين، والمرة التانية اختفت للأبد ومحدش عرف يلاقيه، لا حد عرف مكانه ولا حد شافه تاني ولا حتى الشرطة قدرت إن هي تحل اللغز يمكن لحد النهارده. لكن أغرب حاجة حصلت في القصة كلها إن أول مرة الكاس اتسرق فيها اللي لقاه مش محقق عبقري ولا ضابط مخابرات ولا حتى عصابة منافسة، اللي لقاها كان كلب. ايوه انا متوقع زيك كده ومتخيل اللي انت بتبص لي باستغراب. ايوه اللي لقاها كلب، ودي بالمناسبه يا صديقي مش قصه خياليه، دي واحده من اغرب القصص اللي حصلت في تاريخ كاس العالم. فانا امين اشرف، ودي حضرة نص الليل. قبل كاس العالم اللي احنا بنشوفها دلوقتي كان في كاس بشكل مختلف. الكاس ده كان اسمه كاس جول ريمي. الكاس ده كان رمز البطولة من سنة 1930 تقريبا، وكل المنتخبات كانت بتحلم انها ترفعه، وقيمته التاريخية كانت اكبر من قيمته المادية بكتير، لانه ببساطة كان قطعة من تاريخ كرة القدم نفسها. وتعالوا نروح لسنة 1966. انجلترا كانت بتستعد لاستضافة كاس العالم، والبلد كلها كانت متحمسة، والكاس كانت بتتنقل من معارض ومناسبات علشان الناس تتفرج عليها، تقريبا زي ما بيحصل دلوقتي مع كاس العالم، ان هو بيروح معظم دول العالم قبل كاس العالم بمدة. يعني فكرة شكلها لطيف جدا، لكن واضح ان محدش سأل نفسه سؤال واحد: هل لو الكاس دي حد سرقها احنا هنعمل ايه؟ سؤال بسيط جدا، لكن البشر بسم الله ما شاء الله عندهم موهبة غريبة في تجاهل أسوأ الاحتمالات الكارثية. علشان يوم 20 مارس سنة 1966 الكاس كانت معروضة داخل قاعة في لندن، وكل شيء كان طبيعي، زوار داخلين وزوار خارجين وحراس موجودين، وكل حاجة كانت روتينية وعادية جدا، أو على الأقل هم اللي كانوا فاكرين كده، علشان في لحظة معينة حد اكتشف إن الكاس اختفت. ببساطة الكاس ما بقتش موجودة، اتبخرت. في البداية الناس افتكرت إن في غلطة، أو يمكن حد نقلها من مكانها، أو يمكن اتشالت لمكان تاني أصلا، لكن بعد دقايق الكل اتأكد إن الكاس اتسرقت فعلا. ومن هنا نبدأ حكايتنا. الشرطة نزلت تدور، والصحافة انفجرت واتكلمت، والعالم كله بيتابع إزاي أغلى كاس في الرياضة تتسرق كده عادي. عشان نروح لرسالة الفدية اللي وصلت للحكومة، وبعد أيام توصل الرسالة دي. الحرامي كان عايز فلوس، وقال إن هو مستعد يرجع الكاس مقابل مبلغ مالي، والشرطة فعلا بدأت إن هي تتبع الخيوط، وتم القبض على شخص اسمه إدوارد بيتشلي. لكن المشكلة هنا إن الراجل قال إنه مجرد وسيط، وإن السارق الحقيقي شخص تاني خالص، شخص محدش عارف يوصل له، علشان فجأة التحقيق يوصل لطريق مسدود، ونكتشف إن الكاس مختفية والمونديال قرب والكل بيتفرج، علشان في اللحظة دي يوصل بطل أو يظهر بطل غير متوقع. في يوم عادي جدا كان في راجل اسمه ديفيد كوربيت كان ماشي مع الكلب بتاعه. الكلب كان اسمه بيكلز، اسم عادي جدا يعني، لكن اللي هيحصل بعد دقايق هيخليه أشهر كلب في العالم. الكلب فجأة شم ريحة غريبة وجري ناحية الشجر وبدأ إن هو يحفر. صعب افتكروا إن له أكل أو حاجة مدفونة، لكن لما قرب اتجمد مكانه. كان فيه طرد ملفوف بورق جرايد. فتح الطرد ولقى الكاس، كاس العالم نفسها. وعلشان بعد أسبوع كامل من الاختفاء كلب صغير قدر يعمل اللي الشرطة كلها معرفتش تعمله، وعلشان يبقى نجم عالمي ويتصور في الصحافة ويظهر في الجرايد ويظهر في البرامج كمان، ما تستغربش لدرجة ان الكلب ذات نفسه اخد جوائز، ويمكن وقتها كان اشهر من لاعبين كتير بتلعب في كاس العالم. ويتقفل الملف ده على كده علشان نوصل للنهاية ان العالم افتكر ان القصة خلصت والكاس رجعت والمونديال اتلعب وانجلترا كسبت البطولة كمان، وكل شيء رجع طبيعي. لكن الحقيقة يا صديقي ان دي كانت مجرد البداية، لأن اللغز الحقيقي كان لسه موجود ومستني سنين طويلة جدا عشان تحصل السرقة التانية. ونروح لسنة 1983. البرازيل كانت لسه محتفظة بالكاس لأنها فازت بالكاس 3 مرات، وده كان القانون وقتها. الكاس كانت محفوظة داخل مقر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم ورا فاترينا ازاز او صندوق ازاز، وكان في حراسة وكان في ابواب مقفولة، او على الاقل ده كانت الناس فاكراه. علشان نوصل لليلة غامضة مجموعة من اللصوص اقتحمت المقر ده وكسرت الحماية وسرقت الكاس، لكن المرة دي مفيش كلب هيظهر
ومفيش معجزة هتحصل، الكاس اختفت تماما. طيب الكاس راحت فين؟ محدش عارف، علشان تبتدي التحقيقات. والتحقيقات بدأت بالفعل يا صديقي، وتم القبض على بعض المشتبه بيهم، لكن الكاس نفسها لسه ما ظهرتش، لدرجة ان ظهر نظرية بتقول ان العصابة اللي سرقتها سيحتها وبعت الذهب بتاعها. وفي نظرية تانية بتقول ان الكاس لسه موجودة بس عند واحد بيجمع التحف في مكان سري. وفي ناس كانت شايفة ان الحقيقة لسه ما اكتشفتش، لكن المؤكد الوحيد في القصة ان كاس جول ريمي الأصلية اختفت من العالم وإلى الأبد. ولحد النهاردة لو سألت أي مؤرخ كرة قدم عن أغرب لغز في تاريخ كأس العالم، غالبا هيقولك اختفاء كأس جول ريمي، الكأس اللي حلم بيه الملايين واللي اتسرقت مرتين، واللي أنقذها كلب في المرة الأولى، لكن في المرة التانية ما كانش في أي حد ينقذها. ومن يومها يا صديقي السؤال فضل مفتوح، هل تم تسييح أو صهر أغلى كأس في تاريخ الرياضة، ولا تفتكر إن هي لسه موجودة في مكان ما من العالم ده منتظرة اللي يلاقيها ويسلمها تاني لأصحابها؟ لغز عمره أكتر من 40 أو 50 سنة ولسه لحد يومنا الحالي ملوش أي إجابة مؤكدة. وبس كده يا صديقي، ده كان اللي عندي النهاردة. ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة لو الفيديو عجبك، وما تنساش تكلمنا على الانستجرام لو عندك أي ملاحظة على الفيديوهات أو حابب نقول أي قصة جديدة. واحنا الفترة دي أو فترة كأس العالم هنحاول نلتزم أكبر قدر ممكن من الإمكان عشان نحاول نوافيكم بكل القصص أو معظم القصص اللي حصلت في كأس العالم أو في فترة كأس العالم الخاصة بمحتوى القناة بتاعتنا. فبس كده، أنا أمين أشرف، أشوفكم الفيديو الجاي.